عسلامة ومرحبا بكم من جديد في قناتي. اليوم رجعت لكم فيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله يا ربي تعجبكم. والروسيت متاعنا لليوم زادة رمضانية 100% واللي هي الكنافة بالقشطة. وطو ما نطولش عليكم نتعداو مع بعضنا للمقادير وطريقة التحضير. اول حاجه باش نبدا بها واللي هي الكريمه والا القشطه. هوني خديت 400 مليلتر متاع حليب، حطيت عليه 2 مغارف ونص متاع كريمه، هذيك البودره متاع الكريمه متاعنا، والا كان تحبوا تحطوا انشاء. هي بيان سور اصل الروسيت تبدا بنشاء، ما اني حبيتها بالكريمه متاعنا تجي فاوحه وبنينه بالفاني. نزيدوا عليها مغرفه بركه متاع سكر ونخلطوها في البيض. ما تنسيوش ما نلزمناش نحطوا برشا سكر على خاطر الكنافه متاعنا بعد باش نسقيوها بالعسل، ومن بعد باش نحطوها ديريكت على الغاز على نار متوسطه، نخليوها حتى لين تعملك الفقاعات هذيك. معناتها الكريمه متاعنا طابت. هوني باش نزيد 2 مغارف متاع كريم فريش، كيف كيف نخليها نخلطوا مع بعضها بالكدا حتى لين تعقاد. وهوني زدت تقريب 50 جرام هكاكا متاع موتزاريلا تكون غابي باش تعطينا الحقيقه بنه زاده للكنافه متاعنا. نخلطوها هكا بسياسه ونخليوها تبرد البرا. وطبعا باش نحضروا الكنافه متاعنا. هذه البات اللي خديتها حاضره، خديت منها هكا شويه، ومن بعد باش نقصها بالمقص جويده. نجموا زاده ترحيوها حتى في الروبو هكا، تعملها ضربتين في الروبو باش تسهل عليكم تقطيع متاعها. ماني راني حطيتها قصيتها بالمقص. وذوبت 100 جرام زبده في الميكرووند، وبديت هكا نسقي فيها الكنافه وندخل في الزبده الكل باش تشربها بالكدا. الزبده راني ما حطيتهاش من الاول الكل، جست قعدت نزيد بشويه بشويه. كيف نشوفها شربت الكنافه متاعي الزبده نقص، معناها ما نزيدش نحط. حطيت اقل من 100 جرام اون فانت كونت. فوالا جست هكا كي نحسها مبلوله بين ايديا راهي سي بون. هوني خديت المول متاعي. بيان سور حبيت نقول لكم راني عملتها انديفيدويل معناها صغيره. كان حبيتوا تعملوها في مول كبيره زاده ما باهيه تجيكم. فوالا حطيت هوني في القعر المول اول طبقه من الكنافه. وبعد ما كملت عبيتهم الكل، خديت هوني مغرفه صغيره متاع القشطه اللي حضرناها وحطيتها فوق الطبقه الاولى. بعد ما كيف نكملهم الكل نعاودوا نحطوا طبقه ثالثه متاع الكنافه من الفوق، نحاولوا هكا نرصوهم بالكدا. وبعد ما نكملوا البلاتو متاعنا الكل ندخلوها للفور، يكون ديجا مسخن على درجة 170 180 هكاكا. هي راهي ما تاخذش برشا وقت. كي تشوفوها هكا بدات تحمار خرجوها من الفور. اني خديت لي تقريبا هكاكا 15 مينوت ما اكثرش. هوني فوالا بعد ما خرجتها من الفور بيان سور باش نستويها شويه، مانيش باش نخليها هكاكا باش نحي الزايد الكل. وهوني كيف خديت شحور خفيف ما يكونش ثقيل برشا. سبق وعملته معاكم في البسبوسه زاده، نحط لكم اللين تحت الفيديو. ونسقيو بها الكنافه متاعنا ونخليوها هكا تشد روحها شويه في المول حتى لين تدفى. فوالا شوفوا كيفاش خرجتها فيسا، خرجت لي بسهوله. ومن بعد حطيتها في طبق التقديم متاعي. هوني عندي شويه بيستاش هكا زينتها شويه من فوق. عندي زاده شويه شوش ورد كيف زينت بيه. ولا انتوما زينه انتوما وشنو تحبوا تحطوا. وهذا باش يكون الشكل النهائي متاع الكنافه متاعنا. بالحق جت ياسر مزيانه هكا وحلوه. قصيت لكم واحده هكا دافيه، تنجموا زاده تاكلوها دافيه كما تنجموا تاكلوها بارده، معناها ما يقلقش. شفتوا الروسيت قديش سهله وبالحق متاخذش برشا وقت. تنجموا زاده حتى تعملوا الكريمه قبل بنهار، تخليوها ديجا في الفريجيدير وتستعملوها وقت اللي تحبوا تعملوا الكنافه متاعكم. وتوصلنا نهاية الفيديو متاعنا. ان شاء الله تكون الوصفه عجبتكم واستفدتوا منها. ما تنسيوش باش تشجعوني تعملوا لي جيم وكومنتير على الفيديو وتشتركوا بالقناه كنكم اول مره تزوروا قناتي. وتو ما بقى كي نخليكم في امان الله وحفظوا.